ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه النهارده؟ جايبه لكم حته فيلم ملوش حل. بس قبل ما نبدا الفيلم بتاعنا عندي لكم سؤال: لو كل الدنيا بتقف قدام حلمك هتحس بالاحباط ولا هتكمل عشان تحقق حلمك وتكون فخور بنفسك؟ هستنى كومنتاتكم في التعليقات تحت. هاتوا حاجه تشربوها عشان نبدا الفيلم سوا. فيلمنا بيبدا بلاعب شركه مشهور اسمه فليب، وبيكون واقف على تمثال الحريه، وبيحكي لنا قصه حياته قبل ما يبقى مشهور، واللي كانت مليانه بالمخاطر والمغامره، واللي ابتدت من 5 سنين وهو بيمشي على حبل بين اطول برجين في العالم في السبعينات، وهم برجين التجاره اللي طولهم 226 متر. وبتبدأ القصة سنة 1973 بالتحديد في مدينة باريس وفرنسا، وبنشوف فيليب وهو بيعمل عرض استعراضي في الشارع، وبيوري الناس مهاراته في السحر والمشي على الحبل. وأثناء ما كان بيعمل العرض بتاعه بياخد كرة صغيرة من طفل وبيحاول يعمل بيها سحر، ولكن بالغلط الكرة بتكسر له ضرسه، فبيروح فيليب لدكتور السنان عشان يتعالج، وهناك بيقعد يقرا مجلة لحد لما دوره يجي، وبالصدفة بيشوف في المجلة صورة لأطول برجين في العالم، وهم برجين التجارة العالمي في أمريكا. فبيقرر إن هو يدخل التاريخ من أوسع أبوابه ويمشي على حبل بين البرجين دول عشان يتشهر وكل الناس تعرف قصة كفاحه. وبعدها بيحكي فيليب قصته وسبب حبه للمشي على الحبل، والقصة هي إن من 15 سنة كان بيحب يروح السيرك عشان يتفرج على عروض المهرجين، ولما شاف المهرج بيمشي على الحبل عجبته الفكرة، وقرر إن هو هيتعلمها ويكون أحسن واحد بيمشي على الحبل. وأول ما رجع البيت علق حبل في الجنينة بين شجرتين وفضل يتدرب لحد لما عرف يمشي على الحبل بشكل كبير. وكان والده رافض الفكرة لأن هو طيار في الجيش وكان عاوزه يطلع زيه، بس فيليب كان متمسك بحلمه وصمم ان هو يكون ساحر استعراضي ويمشي على الحبل. وفي يوم بيروح السيرك وبيدخل من غير ما حد يشوفه عشان بيكون عاوز يمشي على الحبل لان هو اعلى من الحبل اللي هو متعود عليه. وقبل ما يمشي على الحبل بيجي رودي، ورودي ده بيبقى صاحب السيرك، فبيزعق له رودي وبيجري وراه عشان يضربه، ولكن بيتصدم اول ما بيشوف مهارة فيليب وحركاته الاستعراضية، فبيعرض عليه يشتغل مهرج معاه في السيرك. فبيوافق فيليب وبيتعلم منه كل حاجة بخصوص السيرك. وبعد فترة بيحاول رودي يعلمه تحية الجمهور، وبيقوله ان هو مش عاوز يخليه يمشي على الحبل لان هو معجب بمهاراته وخايف عليه لا يتصاب او يحصل له حاجة بسبب المشي على الحبل. فبيتضايق فيليب من كلامه ده وبيقرر يسيب الشغل في السيرك لان هو متمسك بحلمه ومصمم يطلع احسن واحد يمشي على الحبل في العالم كله. ولما بيرجع البيت والده بيطرده عشان مش عاوزه يشتغل مهرج ويعمل عروض استعراضية، فبيقرر فيليب يروح باريس عشان يعمل عروض استعراضية في الشارع. وهناك بيشوف بنت اسمها آني بتعزف جيتار، والناس بتكون مبسوطة من العرض الموسيقى بتاعها، فبيربط حبل بين عمودين وبيعمل عرض استعراضي في الشارع وبيجذب كل الناس ليه. وبعد ما بيخلص بتيجي آني وبتزعق له لان كل الناس سابت العرض بتاعها وراحوا يتفرجوا على العرض بتاعه، فبيعتذر لها فيليب على عمله ده وبيوعدها ان هو مش هيعمل عرض في الشارع غير في اليوم اللي هي هتكون غايبه فيه. وبعدها بيعرض عليها يعزمها على مشروب في كافيه، وبيبدا فيليب يحكي لها عن طموحاته واحلامه ان حلمه يمشي على الحبل بين برجين التجاره العالميه. فبتنبهر آني بكلامه لان برجين التجاره يعتبروا اطول برجين في العالم ومحدش عنده الشجاعه انه يمشي على الحبل في الارتفاع ده، وبتلاحظ مدى اصراره على تحقيق حلمه وبتقرر تساعده وبتقول له على مكان يتدرب فيه في وقت فراغه. وبيبدا فيليب فعلا يتدرب، مع الوقت بتتطور مهاراته في المشي على الحبل وبيقع في حب آني وبيرتبط بيها لان هي الوحيده اللي ساعدته. وفي يوم بيجي صحفي اسمه جون وبيصوره وهو بيمشي على الحبل عشان يكتب عنه الخبر في الجريده اللي بيشتغل فيها. فبيقول له فيليب ان هو ناوي يمشي على الحبل بين برجين التجاره وان هو محتاج يسافر مع امريكا عشان يصوره هناك، وساعتها هتكون دي فرصته عشان يتشهر ويبقى صحفي مشهور. ولكن فجأة هنا بيتقطع الحبل وبيقع فيليب على الارض. فبيقول له جون ان طالما ناوي يمشي على الحبل فوق برجين التجاره يبقى لازم يدور على طريقه يثبت الحبل كويس لان هو هيكون على ارتفاع عالي جدا، وكمان هيواجه رياح قويه ممكن تقطع الحبل ده، ولو اللي حصل ده حصل ساعتها هيموت. فبيروح فيليب لرودي صاحب السيرك اللي كان بيشتغل فيه وبيطلب منه انه يعرفه عن كل حاجه عن الحبال عشان يخليها قويه وما تتقطعش. فبيوافق رودي ويساعده بس بشرط واحد، ان هو كل ما يقول له معلومه يديله فلوس. وبعدها بياخده للسيرك وبيعرفه ان هو لازم يحط خشب على العمود اللي هيربط فيه الحبل لان الخشب ده يعتبر عازل فبيضعف قوة الضغط اثناء المشي. ولما بيتعلم فيليب كل حاجة عن الحبل بيطلع يتدرب وبيمشي على الحبل اللي في السيرك، ولكن في اخر 3 خطوات بيفقد توازنه وبيقع. فبيقول له رودي ان اكتر حاجة غلط بيعملها لاعب السيرك هو انه يفقد تركيزه، وخصوصا لما يكون فاضل له 3 خطوات على الوصول، وده لانه هو بيكون فاكر ان هو خلاص قرب يوصل، ولكن ده مش صح. وبينصحه ان هو لو عايز يتعلم مهارة المشي على الحبل لازم يتدرب على مكان فيه دوشة عشان يدرب عقله على التركيز. فبيروح يتدرب عند بحيرة عشان يتأقلم على الدوشة، وأول ما بيمشي على الحبل بيزعقله كل الصيادين عشان بيمشي فوقيهم وبيكونوا مش عارفين يصطادوا بسببه. فبيفقد فيليب تركيزه وبيقع في البحيرة. وتاني يوم بيقرر انه هيمشي على الحبل بين برجين كنيسة نوتردام،
واللي تعتبر تاني أعلى مبنى في فرنسا لأن ارتفاعها 90 متر عن سطح الأرض. وبيقدر فيليب يمشي على الحبل فوق الكنيسة وبيتفرج عليه كل سكان باريس وبيكونوا منبهرين بموهبته، فبتيجي الشرطة وبيقبضوا عليه لأن ممنوع حد يمشي على الحبل فوق الارتفاع ده. لكنه لما بيخرج من السجن بيعرف إن كل دول أوروبا بيتكلموا عنه وبيدعموا موهبته، ولكن بيتضايق أول لما بيعرف إن الحكومة الفرنسية بتهاجمه، وبيقول لحبيبته أني إن المفروض حكومة بلده تدعمه مش هما اللي يقفوا ضده. فبتقوله إن صديقه جون الصحفي اللي كان بيصوره وهو بيتدرب كتب عنه في الجريدة بتاعته، وكتب عن حلمه في المشي على الحبل بين برجين التجارة العالمية. فبيتحمس فيليب وبيسافر أمريكا عشان يشوف البرجين، وأول ما بيوصل بيطلع على السطح وبيحاول يدور على طريقة عشان يربط الحبل بين البرجين. وبيعدي بعد كده 3 أيام وبيرجع فرنسا مرة تانية وبيعمل جسر على شكل البرجين عشان يلاقي طريقة يثبت فيها الحبل بين البرجين. وبيقول له جون وآني إن هم طلعوا السطح واتفاجئوا بإن المسافة بين البرجين كبيرة جدا، وده معناه إن الحبل مش هيستحمل إنه يمشي عليه. فبيقول رودي إن هو لازم يربط حبل زيادة عشان يشد الحبل اللي هيمشي عليه، لأن أكيد الرياح هتكون قوية جدا في الارتفاع ده والحبل وقتها يتقطع من الضغط. ولأن رودي بيحبه وبيعتبره زي ابنه بيكون خايف عليه من الموضوع ده، فبيقترح عليه إن هو يلبس حزام أمان ويربطه في الحبل اللي هيمشي عليه عشان لو وقع يتعلق على الحبل وما يقعش على الأرض. فبيتعصب فيليب لأن هو عاوز يحقق الإنجاز ده من غير أي غش، ولما بيشوف إن هو اتضايق من كلامه فبيعتذر له وبيقول له إن هو بيعتبره مثله الأعلى وإن هو عايز يبقى فخور بالإنجاز اللي هيعمله، ولكن الموضوع ده ما ينفعش يتعمل بحزام أمان. فبيقول له رودي إن هو معجب جدا بشجاعته عشان كده بيدعمه وهيكون جنبه، وبيديله حبل مصنوع من النحاس يستحمل الضغط، وكمان بيديله فلوسه اللي كان بياخدها منه لما كان بيعلمه، وبيقوله ان هو كان بيعمل كده عشان يخليه يقدر المعلومه. تاني يوم بيتدرب فيليب وحبيبته اني وبيجيب جون ومعاه واحد صاحبه اسمه جورج، وبيتفقوا هما الاربعه انهم يروحوا امريكا عشان فيليب يمشي على الحبل بين البرجين. وبيقول جون ان لقى طريقه يرمي بيها الحبل بين البرجين، وهي انهم يربطوا الحبل بسهم ويرموه باستخدام القوس، وبعدها بيسافروا امريكا. وبيبدا فيليب يصور كل مداخل ومخارج البرجين ويعرف مواعيد خروج العمال اللي بيشتغلوا عشان يقدر يدخل البرج من غير ما حد يمنعه. وفي يوم بيطلع على السطح عشان يتكلم مع العمال ويسألهم عن مواعيد الشغل، فبيدخل مسمار في رجله وبيعوره. ولما بيرجع البيت بتعالجه حبيبته آني وبتقول له انه مش هيقدر يمشي على الحبل لمدة اسبوعين، ولكن ده ما بيقللش من حماس فيليب وبيفضل مصمم يعرف كل حاجة عن البرجين عشان يقدر يطلع على السطح من غير ما يواجه مشكلة. فبياخد عكاز وبيروح لبرج التجارة العالمية، ولما بيطلع في الاسانسير بيقابل واحد اسمه باري، وباري ده بيشتغل في الدور ال 82 في البرج، وبيقدر يتعرف عليه وبيقول له ان هو شافه وهو بيمشي على حبل في كنيسة نوتردام وان هو معجب جدا بمهارته. فبيقرر فيليب يضمه للفريق بتاعه لان هو بيشتغل في البرج وهيقدر يساعده انه يطلع السطح، وعشان يشرح له الموضوع بيعزمه على الغدا، وبيقول له ان هو عاوز يمشي على الحبل بين البرجين وان هو عاوزه يساعده في انه يطلع على السطح عشان ينفذ خطته. فبيوافق باري بس بشرط واحد، هو انه لو اتقبض عليه ما يقولش للشرطة ان هو ساعده عشان ما يخسرش شغله. فبيوافق، وبعد شوية بيروحوا محل عشان يشتروا جهاز لاسلكي عشان يتم التواصل بينهم وبين بعض، وبيتعرفوا على صاحب المحل اللي اسمه هنري وبيطلبوا منه ان هو ينضم للفريق بتاعهم عشان يخلوه يراقب حراس الامن ويقدروا يطلعوا البرجين من غير اي مشكلة. وتاني يوم بيتجمعوا كلهم عشان يفكروا في خطة وينقلوا بيها المعدات دي للسطح بتاع البرجين. فبيقول لهم فيليب ان هم لازم ينقسموا الفريقين ويحدفوا لبعض الحبل ويربطوه بين البرجين، وعشان يطلعوا سطح البرج قدامهم حل واحد، وهو انهم يحطوا كل المعدات في صندوق شحن ويدخلوا للبرج على اساس انهم عمال طالعين يشتغلوا على السطح، وبيبداوا ينفذوا الخطه وبينقسموا الفريقين. الفريق الاول بيكون فيليب ومعاه جورج وهنري وبيتنكروا في زي عمال عشان يقدروا يطلعوا السطح، والفريق التاني بيكون جون الصحفي ومعاه باري اللي بيشتغل في البرج، وبتكون مهمتهم الاساسيه هي انهم يطلعوا على السطح في البرج التاني ويرموا الحبل لفيليب عشان يربطوا بين البرجين. ولما بيدخل فيليب وفريقه بيمنعوا رئيس العمال انهم يطلعوا على السطح لان اسمه مش موجوده في القائمه اللي معاه، فبيحاول هنري يقنعه يخليهم يطلعوا على السطح بحجه انهم لو مش اشتغلوش هيخسروا وظيفتهم. فبيصعبوا على رئيس العمال وبيوافق يطلعهم، وبيطلعوا الدور اللي تحت السطح عشان يخرجوا المعدات. فبيضطر هنري ينزل عشان يراقب حراس الامن، وبيفتح فيليب وجورج الصندوق اللي فيه المعدات، وفجاه بيسمعوا صوت ضابط شرطه جاي عليهم، فبيضطروا يستخبوا عشان محدش يشوفهم. وبعد شويه بيخرجوا من مكانهم عشان يربطوا الحبل، فبيتفاجئوا ان الضابط لسه ممشيش ونايم على الكرسي، فبيتحركوا بهدوء عشان ما يسمعش صوتهم.
واخيرا بيقدروا يطلعوا السطح. وبعدها بيحاول فيليب يشاور لجون من البرج التاني عشان يحدف لهم السهم اللي فيه الحبل، فبيشاور لهم جون عشان يعرفهم ان السهم وصل. وبيفضل فيليب يدور عليه لحد لما بيلاقيه، وبياخد الحبل وبيربطه هو وجورج. ولكن فجأة بيلاقي الضابط صحي وطلع يفتش المكان، فبيستخبوا عشان ما يشوفهمش. ولما بيمشي الضابط بيكملوا ربط في الحبل لحد الصبح. وبتكون اني في الوقت ده في الشارع مراقبه كل اللي بيحصل عشان تبلغهم لو اي حاجه حصلت. واخيرا بيبدا فيليب يمشي على الحبل بين برجين التجاره العالميه، وبيصوروا صاحبه جون عشان يكتب عنه في الجريده بتاعته. ولما بيوصل فيليب للبرج التاني بيقعد يستريح شويه، وبيرجع يكمل مشي على الحبل. وبتكون اني شايفه كل اللي بيحصل ده، وكمان بيتفرج عليه سكان مدينه نيويورك كلهم، وهم بيكونوا مش مستوعبين ان هو قدر يمشي على الحبل ما بين برجين التجاره العالميه، والارتفاع بيكون 226 متر عن سطح الارض. وفيليب وهو ماشي على الحبل بيشوف 2 ضباط وبيقبضوا على صاحبه جورج، وبيكونوا مستنيينه لما يوصل للبرج عشان يقبض عليه هو كمان. ولكن اول ما بيقرب فيليب من البرج بيلف نفسه وبيكمل مشي على الحبل الناحيه التانيه، وبيكون واقف عليه صاحبه جون. ولكن فجاه بيجي ضباط الشرطه في البرج التاني، وبيكون فيليب كده متحاصر ما بين البرجين. وفي الوقت ده بيكون كل سكان نيويورك شايفينه، وبيكون واقف على الحبل اللي هو حلمه. وبيتكلم واحد مع اني وبيقول لها ان هو لازم ينزل من على الحبل بسرعه لان في عاصفه جايه. وطبعا فيليب في الوقت ده بيكون مش مدرك، وبينام على الحبل وبيفكر يعمل ايه بعد ما حقق حلمه وقدر اخيرا يمشي على الحبل ما بين البرجين التجاره العالميه. وكل الناس دلوقتي شايفاه وان هو سعيد بتحقيق حلمه ده، الا ان هو متضايق لان هو كان نفسه يكون في هدف تاني يحققه، ويكون في مبنى اعلى من برج التجاره العالميه عشان يكمل مسيرته. وفجاه بيشوف طائر النورس وبيفهم ان في عاصفه جايه، فبيقرر يتحرك بسرعه وينزل من على الحبل. ولسوء الحظ بيتكسر الخشب اللي بيعزل الضغط، وبالتالي بيكون الحبل على وشك انه ينقطع. وبيبدا فيليب يفقد توازنه وبيحاول يستجمع طاقته، وبيكمل ماشي على الحبل من غير ما يشتت نفسه. وفجاه بتيجي طياره هليكوبتر تبع الشرطه وبيطلبوا منه ان هو ينزل من الحبل بسرعه لان في عاصفه جايه. فبينفذ فيليب كلامهم وبيروح ناحيه البرج وبيرمي نفسه لضباط الشرطه وبيسلم نفسه. وبيحييه كل سكان مدينه نيويورك وبيشجعوه لان هو الوحيد اللي قدر يمشي على الحبل في الارتفاع ده. وبتكون حبيبته اني سعيده وفخوره بيه جدا لان هو قدر يحقق حلمه. وبعدها بيحاول ضباط الشرطه انهم يقطعوا الحبل اللي كان فيليب بيمشي عليه، ولكن بيتعصب عليهم وبيطلب منهم ان هم ما يقطعوهوش لان الحبل ده مش بتاعه وبتاع رودي صاحب السيرك اللي علمه كل حاجه عن المشي على الحبل. فبيوافق ضباط الشرطه وبياخدوه عشان يسجنوه. وبتيجي الصحافه وكل وسائل الاعلام وبيسالوه عن السبب اللي خلاه خاطر بحياته ويمشي على الحبل. فبيقول لهم فيليب ان المشي على الحبل مش شجاعه، ولكن الشجاعه الحقيقيه هي انك تحقق حلمك مهما واجهت من المصاعب، وما تخليش اي حاجه تكون عائق قصاد طموحك واحلامك واللي الناس شايفاه دايما مستحيل. اكيد هيجي يوم واحد ويحققه. واخيرا بتنتشر قصته في كل الجرايد، وبيفرح رودي اول ما بيعرف ان هو حقق حلمه وبقى مصدر الهام للعالم كله. وبسبب موهبته وشجاعه فيليب بتقرر الحكومه الامريكيه ان هم ما يسجنوهوش وبيدوا الاقامه الدايمه في امريكا بشرط ان هو يعمل عروض المشي على الحبل في الحديقه المركزيه ويساعد الاطفال عشان يبقوا شجعان زيه. وبعد فتره بيتجمع فيليب مع فريقه وبيشكروا عشان ساعدوه في تحقيق حلمه. وبتقرر اني ترجع فرنسا مره تانية عشان تحقق حلمها هي كمان، وبتروح تعمل عروض موسيقيه في شوارع باريس. وبسبب دعم الحكومه الامريكيه لموهبه فيليب بيقرر ان هو يعيش في امريكا ويعلم الاطفال المشي على الحبل على امل ان هو يدرب شخص يقدر يتفوق عليه وهيساعده فيليب ساعتها في تحقيق حلمه. ايه رايكم في الفيلم؟ لو الفيلم عجبكم متنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك للقناه عشان اسمكم يظهر الفيلم الجاي، وعشان تشوفوا كل الافلام الجديده. اشوفكم في فيلم جديد. باي باي.